عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي قوي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا منى ودي القناه بتاعتي. الفيديو بتاع النهارده هيبقى عن حاجات كتيره قوي خلصتها ورايي فيها ايه اخيرا. بصوا الشنطه دي كلها مليانه حاجات خلصتها. هقول لكم كل حاجه عنها وهقول لكم رايي فيها ايه. فلو انتوا واتشنج وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا النوتيفيكيشن بكل فيديو جديد انا بعمله، وتعملوا لي فولو على الانستجرام عشان الحاجات دي بقول ريفيو سريع عليها اول ما بستخدمها. ويلا نبدا الفيديو بسرعه. طيب انا اللي هيطلع في ايدي هقوله لكم على طول. معلش الاضاءه الشمس يعني اتجننت عماله تروح، مش فاهمه مالها. هي طبعا الشمس ما ينفعش تطلع وانا موجوده، بس يعني ايه، عايزين نشوف. يلا اللي هيطلع في ايدي هقول لكم عليه. اول حاجه ده ريحته خطيره بجد، احلى بادي ميست انا اشتريته. المشكله ان الحاجات دي بتبقى موجوده وما بلاقيهاش، يعني انا كنت جايباه مش عارفه ليه انا مخنفه، كل ما بصور فيديو يبقى عندي الخنفان. هسيب لكم هنا اسم المحل، اسمه كاريزما في الف مسكن. دوت كان حلو قوي قوي، كان من عندهم كنت جايباه وقتها كان ب80 جنيه تقريبا السنه اللي فاتت، فكان حلو قوي قوي. خلصته كله وبجد بجد لو لقيته هجيبه هكرره طبعا، بس انا مش لاقياه. لو حد لقاه يقول لي، يكتب لي في الكومنتس، اكتب لي تحت في الكومنتس. واي حاجه من الحاجات دي لو جربتوها طبعا سيبوا لي كومنتس برايكم. طيب انا لو استنيت لما الشمس تيجي مش هنعمل حاجه، فانا معلش الاضاءه بس عايزه اخلص البتاعه ديت. بصوا دي كانت شفرات، كانت حلوه معايا شغاله تمام، حلوه قوي. يعني مش قوي بس حلوه شغاله، كنت بحبها. على دي ديت مش حلوه خالص. بصوا اصلا هي موجوده لسه زي ما هي، بس هي شفره واحده اللي هي يعني بجد وحشه جدا، هي ما بتعملش حاجه اصلا. فانا كنت شارياها بس هي ما بتعملش حاجه خالص، محدش منصحش حد يشتريها اصلا، انا يعني مش هعرف استخدمها. نيجي لده، هو المايسلر ووتر بتاعت غارنيه. طبعا كلكم عارفينها وبتستخدموها. انا فكان حلو يعني مش قوي، يعني هو بيشيل الميك اب، بيشيل الحاجات اللي هي بتبقى على يعني بيشيل الحاجات اللي على البشرة. اما الحاجات اللي هي بتبقى الميك اب بتاع العين والحاجات التقيلة دي لا هو ما بيشيلهاش، لكن هو كويس حلو شغال فاهمين. لكن الاحلى منه اللي لونه اللي هو بالزيت، اللي فيه نصه زيت ونصه ميه، ده حلو قوي. بس ده كان شغال معايا عادي، وبرده عادي بحبه، يعني ممكن اجيبه او اكرره. الكريم ده يا جماعه دوت اللي هو الكريم بتاع الوايتنينج كريم. الكريم ده المفروض فيه الفا اربوتين، ده من ستارفيل. الالفا اربوتين طبعا كلنا عارفين ان هي ماده بتفتح وبتعمل على التفتيح، فانا حبيته كنت بستخدمه. ملمسه ده الكريم مش الجل، ده الكريم. كان ملمسه كريمي وكان حلو وكان تقيل على البشره وكل حاجه، لكن ما حسيتش قوي يعني منه بنتيجه يعني. لكن اللي انا ليت اب ده بحبه جدا وبستخدمه على طول وبيجي معانا. لو انتوا حابين تشوفوا اي فيديوز او اعمل لكم اي ريفيو عن اي حاجه او حاجات اجربها سيبولي في الكومنتس تحت، وانا هقول لكم. لو عايزين تسالوا او تستفسروا عن اي حاجه برضو اسالوني وانا هرد عليكم. واعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، انزلوا دلوقتي اعملوا لي لايك عشان اللايك بتفرق جدا، بتخلي الفيديو يتشاف اكتر. واشتركوا في القناه بليز، اشتركوا في القناه. فالكريم ده كان حلو جدا تمام يعني، بس مش هكرره فاهمين، مش هجيبه. نيجي للكريم دوت من الكريم ده بتاع نيفيا ماشي. الكريم ده حلو جميل تمام، استخدمته وخلصته، بس برضو مش يعني عادي برضو يعني فاهمين، مش اللي هو الواو يعني.
الكريم ده من سكين سايد. الكريم ده يا جماعة صن سكرين بالنياسيناميد، في 50% حماية، فهو كويس جدا. بصوا انا خلصته كله تقريبا، كنت بستخدمه بس. فهو مصري بس حلو جدا جدا، كان تمام معايا، ملمسه مش زيتي خالص، مش بيسيبه طبقة خالص. بيدي افكت كولينج كده اول ما بتحطيه، فكان حلو. هكرره. بس هو حلو قوي، بس يعني بما انه خلص واحنا خلاص الصيف بدأ يخلص، فعندي حاجات استخدمها. لكن ده كان حلو جدا جدا، بس هو مش تأثيره قوي، بس كان حلو جدا معايا. التشاو احلى ايلاينر ممكن تجربوه بجد. احلى ايلاينر، انا بحب الايلاينر ده جدا جدا، وما بقتش لاقياه دلوقتي خالص. التشاو دوت، يعني عايزه اقول لكم ان هو دي تقريبا الرابعه العشرة اللي اجيبها منه، فانا بحبه جدا جدا. ومش غالي خالص من تشاو، والريشه بتاعته رفيعه جدا وسواده تقيل قوي. بصوا الريشه بتاعته سواده تقيل قوي، حلو جدا جدا، وانا بتاسف على الشمس والاضاءه وكل حاجه، فحلو جدا طبعا هجيبه لو لقيته. وطبعا اللي حبيته زيه بالظبط عشان لسه قريب يعني عارفاه، اللي هو الروزبيري دوت، حلو قوي برضو وعجبني جدا جدا. بصوا لما تيجي تحطوا الايلاينر تحطوه كده اهو عشان الحبر بتاعه ينزل. ده بقى هو خلص تقريبا، بس انا ما حبيتوش خالص اللي هو ده تقريبا، ده من روزبيري برضو والله، روزبيري بس هو وحش جدا جدا. هو بصوا البتاع بتاعته حلوه وكل حاجه، بس هو الحبر بتاعه بيروح بسرعه جدا جدا، مش حلو خالص. الواو اللي انا بعشقها يا جماعه، وجبت بداله وجبت برضو واحد، اللي هو الشي جلام الدرجه بتاعت لاف كيك. بصوا بصوا بصوا، يا لهوي هي مش باينه هنا بس هي تحفه 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 تحفه. بحبها قوي قوي، الدرجه دي بتخليني شكلي كيوت 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 يعني. بصوا لما اندمجت، هي مش باينه بس هي كيوت قوي 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 ورقيق، وبيخليكي كيوت كده عامله زي الباربي. درجه لاف كيك من شي جلام بجد حلوه قوي. اوريدي جبت واحد على طول. طيب نيجي للكريم دوت بقى من السنيل. انا كنت جايباه كتقسيم اجربه، وجبت الكبير بتاعه بس انا مش لاقيها دلوقتي، اللي هو السنيل اللي هو بيشد كده بيمط معايا. بجد ده احلى كريم كوري ممكن تجربوه. يعني انا لو هقول لكم حاجه واحده من كل الحاجات الكوريه تستخدموها، هو الكريم ده. هسيب لكم صورته اللي هو بالسنيل، معلش حوشي وهاتيه، هو غالي بس هو تحفه، هو بجد تحفه. انا بعين العلب دي عشان ممكن احط فيها حاجات يعني بستخدمها بعوزها. فبجد كريم اللي هو بالسنيل بيخلي، هو لا بيطلع حبوب ولا هو مش بيعالج حاجه معينه، بس هو بيخلي البشره عامله زي الازاز فعلا. عارفين الاحساس البشرات الكوريه اللي احنا بنشوفها دي، اللي بنبقى عايزين نبقى زيها، هو بيعمل كده. هو بالسائل بتاع الحلزون، لان هو اصلا مفيد وبيغذي البشره جدا. بيعمل كده طبقه مطاطيه تحط على البشره، بجد هو بيرطب البشره. مرطب بيدخل جوه البشره، هو مش بيرطب البشره ترطيب عادي، هو بيدخل جوه البشره. البشره بتبقى مترطبه وطريه جدا، بيوحد لون البشره، ما بيطلعش حبوب خالص، بيخليها على طول بتلمع وفيها لمعه كده، وبيخليها مترطبه جدا. يعني بجد كريم. انا خلصتها برضو اللي هو اللوريال ده يا جماعه، يا جماعه خطير. انا عايزه اوريكم بس السيرم ده اللي هو بالجلايكوليك اسيد، حلو قوي. ده المفروض وظيفته ان هو بيوحد لون البشره وبيفتح لون البشره، بيفتحها. ده بقى فعلا بيعمل كده. انا كنت مش مقتنعه بصراحه لان بحب اللوريال اللي هو الهيالورونيك اسيد، بس دوت الجلايكوليك اسيد ابهرني بصراحه، حبيته جدا جدا جدا. فاوريدي جبت يا جماعه ديت البارفان بتاعت يورو، ماشي. ديت اصلا اوريدي بجد يعني انا كنت بحبها جدا، وهي ريحتها حلوه قوي. كنت عايزه اعمل لكم ريفيو. انا جبت الكبيره دلوقتي منها، هي غاليه انا عارفه، بس هي طبعا يعني انا بحب حاجه اجيبها واحده غاليه افضل من ان انا اجيب حاجات كتيره ومش حلوه. يعني انا بصراحه البرفيوم بتاع ماء الذهب ما بقاش يعجبني خالص خالص. بقى تقيل قوي على البشره. بشره ايه،
بقى تقيل قوي بجد، ما بقاش يعجبني خالص. بقيت احس ان هو فعلا فعلا في ريحه كده صعبه قوي، النوت بتاعته اللي هم حاطينها تقيله قوي، بحس انه بيدخل على زوري على طول، بيحرق زوري. فبجد يا جماعه محدش يجيب من ماء الذهب اي حاجه، محدش يجيب اوتلت. عايزه تجيبي برفيوم، هاتي برفيوم على طول جاهز، هاتي واحده افضل من ان انت تجيبي كذا واحده. لكن بجد البرفيوم بتاع ماء الذهب مش حلو خالص خالص، انا كنت بحبه وبجيب منهم. هوريك واحده جايباها ريحتها فظيعه، مش قادره، مش ببقى قادره اشمها، يعني ريحتها صعبه بجد. فديت كنت جايباها اجربها، اللي هو يعني جزء كده، فعجبتني جدا جدا بصراحه. بص هو لسه فيه تنتوفه. السيرم ده يا جماعه كنت جايبه جزء منه برضو، هو عادي خالص، ما عملش اي حاجه. ده النياسيناميد مش المقشر الاحمر، ده النياسيناميد اللي هو كسيرم بتحطيه وتسيبيه على بشرتك. كان من ذا اوردينري، كان مش حلو خالص، ما عجبنيش خالص. اهي برفيوم يا جماعة، اسمها برضو اصايل، كنت بحاول اجيبها بدل ماء الذهب لان ماء الذهب كان غالي قوي. كانت مش حلوة خالص، ما عجبتنيش، كان ما فيش اي ثبات خالص، ما فيش اي ثبات، يعني ما بتثبتش خالص. فخلاص اوريدي مش هجيبها. البيزلين بقى ده الاصدار اللبناني. انا كنت عملت مرة عن بيزلين اللي هو المصري، اللي هو الغطا بتاعه بينك، كان مش حلو خالص خالص، وكان بيلزق وكان وحش جدا، ومش بيمنع ريحه عرق ولا اي حاجه. لكن البيزلين اللي هو ده يا جماعه الاصدار اللبناني، اللي هو اصلا المنشأ بتاعه بلد المنشأ في لبنان، اللي هو نعومه البودر، اللي هو السوبر دراي، اللي هو بتحطيه بودر سوفت، يعني انت بتحطيه وبعدين بتلاقي بودر، مفيش يعني ما بتحسيش باي تلزيق ولا باي حاجه. ده حلو جدا جدا، ولو لقيته برضو هكرره، حلو قوي ده. لكن اللي انا المصري كان مش حلو. نيجي بقى لحاجة الشعر ده. طبعا شامبو الفيف كلكم عارفينه وبتحبوه جدا جدا. فالشامبو برضو قررت اوريدي، جبت واحد غيره، هو اللي هو بزيت الارجان، بزيت الخروع سوري. فعلا بيطول الشعر. الشامبو اللي هو من الفيف لوريال، هو كان عندي طبعا من زمان، بس فعلا شامبو بيطول الشعر. هو طبعا فيه سلفيت فبينضف الشعر، لكن انا بحبه جدا، برتاح عليه. نيجي للكريم اللي هو من ايفا، حلو قوي للعين. هو مش بيعمل حاجه او مش افكتيف، لكن حلو، عارفين اللي هو قراره عادي، يعني بيرطب، بيقضي الغرض بتاعه تمام. فميه الورد دي اوريدي معايا واحده برضو غيرها، فانا دي خلصتها خلاص، وانا بحبها جدا وهكررها. ماسكارا بتاعت اسنس، طبعا اللاش برنسيس الخضراء، اوريدي كررتها برضو، بحبها جدا وحلوه جدا جدا. طبعا بتطول الرموش وبتخلي معروفه طبعا، يعني اللاش برنسيس. واللي هي الليب بالم بتاعت بصوا انا مفيش زبدة كاكاو اصلا يعني بتعجبني، انا بحب استخدم كتير. ليه؟ لان انا اوريدي على طول شفايفي متعوره، فمش هقول لكم واحده حلوه اللي انا جربتها كده كده ومفيش عليها كلام، لانيش تحفه. لكن انا بحب اجيب زبدات كاكاو كتير لاني بستخدمهم كتير قوي. اللي انا برضو حبيتها اللي هي دي من فازلين، حلوة قوي، بتدي لون حلوة، بس ما حسيتش برضو ان هو بيعالج يعني. اخر بقى 3 حاجات معايا. الروج ده من اوفرا، دي الدرجة البينك يا جماعة، انا بحبها قوي. هي طبعا اصلا خلص طبعا، تمام. بس بصوا لي اللون، يا خرابي، يا خرابي بجد. بصوا يعني ودى اللون في حته خالص، انا بحبه جدا. هو الروج ده من اوفرا، دي الميني سايز، بجد حلوه قوي قوي، وانا كنت بحبها جدا جدا وجبت منه كتير قوي، لان الدرجه اللي انا بحبها فعلا. ده الذا اورديناري اللي هو البيلينج سوليوشن الاحمر، خلص طبعا واوريدي قررته. ده اللي هو المقشر الاحمر. طيب اخر حاجه معايا القطره ديت من سولو فريش. دي القطرة بستخدمها لللينسز على طول، بستخدمها ليها عشان هي بجد جبت منها كتير قوي، عشان هي بتريحني وحلوة قوي قوي. واللينسز اللي انا بحبها وبستخدمها ديت ديسيو، طبعا انا بحب ديسيو جدا وبستخدمهم على طول. وبس كده انا عملت لكم تقريبا ريفيو عن حاجات كتيرة قوي. والباودر دي بقى بتاعة الاطفال، ماشي يا جماعة، مش عارفة
جميلة جميلة يا جماعة، جميلة يعني. هي معايا تقريبا بقالها سنة، فبجد هاتوها واستخدموها وحطوها في الأماكن الحساسة. في الحاجات دي هتبقى حلوة جدا جدا معاكم. مش عارفة اقول لكم ايه كمان. يعني دي الحاجات اللي انا خلصتها. انا بقى في حاجات كتيرة يعني بستخدمها، بس يعني انا ما بستخدمهاش قوي فمش بتخلص معايا. في حاجات كتيرة يعني بجد برضو. وهحاول بجد افلتر بقى الميك اب بتاعي، واشوف ايه الحاجات اللي انا استخدمها وايه الحاجات اللي انا بقى خلاص. عشان في حاجات عندي بقالها كتير قوي فكده مش هينفع، لان اكيد تاريخ انتاجها خلص. وبس كده. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا لي فولو على الانستجرام وتشتركوا في القناه بليز، وقولوا لي عايزين اي فيديوهات. وان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيره قوي قوي. وبس كده، بحبكم قوي قوي قوي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. وتابعوني عشان عايزه اعمل لكم فيديو عن الكريمات اللي انا بستخدمها، اللي هي بقى الكريمات الطبيه. اوكي، باي باي.